خلصنا الكشري وده منظر النهائي يا حبايبي. ايه رايكم؟ محمد بيعمل لايك. ايه رايك يا محمد؟ حلو. انت عمال تلقط في التقليه. التقليه حلوه ومقرمشه. ده انا كان نفسي عايز القط في الكشري كله. انت نفسك تاكل الكشري كله. وده يا حبايبي طريقه الكشري بتاعي النهارده، وانا جربت لمحمد اول واحد ياكل بقى من الكشري. ده الطبق هياكل دلوقتي، ودي الصلصه، دي الدقه، دي التقليه، دي الشطه. لو عجبكم الفيديو حطوا لايك واشتركوا في القناه عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اسعد حال. قبل ما ابدا الفيديو صلوا على النبي ونذكر الله. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم بارك في اي حاجه بنعملها. اللهم بارك في اي حد يحط لايك ويشترك في القناه. الاولاد نفسهم ياكلوا اكله كشري. ما تعمليش يا ماما، ما تقفيش يا ماما في الحر تعملي لنا كشري. فانا دلوقتي ايه قلت لهم ماشي. فهم ناموا، وانا اصلا عندي ارق جامد اليومين دول مش جاي نوم. فقلت لو بعت اجيب كشري للاولاد هصرف لي يجي 300 او 400 جنيه. هم قالوا هنبعت نجيب اوردر ليه؟ نقف وناخد ثواب ونعمل اكل كشري للولاد. يلا بينا نعمل اكل كشري، يلا بينا. طبعا اول حاجه عارفينها في الكشري اللي هو ايه؟ البصل، ثوم، مكرونه سباكيتي، مكرونه مقصوصه، شعريه، عدس اصفر، رز، عدس بجبه، طماطم. الطماطم دي انا كنت مفرزاها. انتوا عارفين الطماطم بقت بكام؟ ب 12 جنيه في السوق. دي كنت جايباها ايه مره ب5 مره ب4. وعبال ما باجي من السوق بتبقى ايه طريت شويه يعني. فاروح حطها في الايه في الفريزر في اكياس كده. طبعا مش هصلص انا، على حبه صغيرين كده انضفها واغسلها، اطلع منها البوزه واحطها كده. فانا طلعت ايه الكيسين دول وقلت ايه اسيبهم يفكوا او تغليهم ونضربهم في الخلاط ونعمل الصلصه عادي. اول حاجه طبعا دول ده كل حاجه تخص الكشري. رز، العدس ابو جبه. طبعا اول حاجه جهزنا كل حاجه. اول حاجه في الاكل نجهز كل حاجه عشان ما نتعبش. تجهزي كل حاجتك كده. العدس غسلناه عبال ما ينشف. هنعمل ايه اول حاجه في الكشري خالص؟ طبعا ناقص الزيت والخل والتوابل. توابل الكشري اهمها هو الكمون والشطه والكزبره والسبع بهارات. يعني الحاجات دي هي التوابل بتاعت الكشري. طبعا بتتحط في الصلصه وفي الدقه بس. لكن الرز بعدس انا بعمله الرز التقليدي بتاعنا. الرز اللي هو قصدي الكشري التقليدي بتاعنا اللي هو ايه؟ الرز بالعدس. اللي ما بعملش كل حاجه لوحدها. انتوا عارفين طريقتي في عمل الكشري وطعمه بيبقى تحفه تحفه تحفه. طبعا اول حاجه بنغسل البصل، هنقطعه شرايح. هسيب بصلايه للرز بالعدس واعمل ال3 بصلات دول شرايح اللي هي الايه ورد الكشري. والثوم ده هفصصه عشان خاطر التقليه وعشان الدقه وعشان خاطر الصلصه. فيلا بينا بقى نجهز التجهيز ونعمل العمايل واحده واحده. هقول لكم الكشري بيتعمل ازاي. يلا بينا. بصوا يا حبايبي، غسلنا البصل قطعناه شرايح كده، ولا حطينا عليه ملح ولا دقيق ولا نشا ولا اي حاجه. ودلوقتي هتشوفوني وانا بعمله تقليه. هو هيبقى مقرمش وبيفضل مقرمش حتى لو قعد اسبوع. وخليت البصلايه الكبيره دي بقى للرز ابو عدس. دي اول حاجه بعملها عشان هاخد الزيت اعمل بيها كل الكشري دون. هو مش دبكه ومش اي حاجه. انا ما بحبوش نظام حله ولا في الكيس. انا بحب الكشري بتاع امي وجدتي وعيالي بيحبوه. وبحب يعني انتوا بتشوفوا الطريقه بتاعتي وبيطلع تحفه. ويلا بينا بقى نروح نعمل التقليه اول حاجه في الكشري. يلا بينا. جبنا الحله اهو، حطينا فيها بتاع الزيت اللي هيكفي الكشري كله، بتاع كوبايه زيت. ونروح حاطينها على النار. نحط بقى البصله وهنفضل بقى بس يعني تبقى ايدك فيها يعني. هجيلكوا بقى عشان ما اطولش عليكم الفيديو بعد ما يدخل في اللون خالص. دلوقتي بقى يا حبايبي ايه؟ حطينا الثوم عشان تفصصيه بسرعه. تحطيه في ميه كده اهو عشان ما يغلبكيش عبال ما يتنقع شويه. البصلايه اللي بنقليها بعد التقليه الثانيه بصلايه متقطعه مكعبات عادي خالص. دي اللي بنحط فيها العدس بالجبه والرز. وطبعا احنا دلوقتي حاطين التقليه. يلا نروح نشوفها. يلا بينا اهي. صحيوا وانا كنت عامله لهم مفاجاه. العيال يقولوا لي يا تيتا بتعملي ايه؟ بقول لهم كشري هناكله دلوقتي. احنا عارفين الساعه كام دلوقتي؟ احنا الظهر هيدن. فايه هضطر اعمله دلوقتي. انا كنت بجهز بس حاجته بس. وقلت لا هيناموا، مش عارفه بقى هيناموا ولا هياكلوا ولا هيعملوا ايه. فهو دلوقتي هجهز بس التقليه والحاجه وارجع لكم تاني.
وهوريكم برضه زي التقليه في الاخر. ايه يا صرصر عاوزه ايه؟ عايزه ايه؟ عاوزه تاكلي ايه؟ عايزه الاكل اللي انت بتعمله. طب انا بعمل ايه؟ بتعملي كشري. انتي نفسك فيه؟ ماشي انا هعمله لك يا صرصر. انا امبارح كنت عامله لهم سمك وكبيبه جمبري، وما شاء الله يعني مش فايض ولا حاجه بسيطه قوي، فقلت نعمل النهارده كشري. انا كان بيتهيالي هنكفي يومين بس. ايه بالهنا والشفا. بصوا حبايبي التقليه خلاص. سامعين صوتها؟ خلاص كده هنحطها بقى على جنب، وناخد بقى الزيت بقى نعمل منه بقيت كله الكشري. حطيت الحله مطرح التقليه شطفتها بس، وهناخد حبه زيت، والزيت الباقي هنعمل منه حبه الشعريه وحبه الصلصه. وانا الدقه بعملها من غير زيت. هنحمر بقى التقليه دي ونخشها بميه نخليها برده لونها ذهبي. هرجع لكم حبه وهرجع لكم لما تدخل في اللون عشان ما اطولش عليكم الفيديو. وطبعا انا عاوزه اوريكم التقليه. بصوا مقرمش ازاي، بصوا لونها ذهبي ازاي. الكاميرا مش موضحاها، الكاميرا مغمقاها شويه بس هي لونها ذهبي. بصوا كده فتحت ازاي اهي، كده فتحت اهي. بصوا كده فتحت اهي. دلوقتي حبايبي كرملنا برده البصله هنا اهو، ونشطها بميه بقى كده، ونسيبها بقى تغلي 5 دقايق، ونحط بقى فيها العدس ياخد غلوه، وبعد كده نحط الرز بمعلقه عدس اصفر. دي طريقه جدتي وطريقه والدتي وطريقتي، ما بعملش الا بالطريقه دي. هي دي طريقتي اللي انا معتمداها. ما جربت قبل كده على طريقه العدس في حله والرز والشعريه في حله، طريقه الكشري الحله الواحده حلو وكل حاجه، بس دي احلى طريقه. فهو احنا اعتمدنا الطريقه دي خلاص. فحابه بقى ايه، هنسقط العدس ياخد غلوه، وبعد كده اجيلكوا تاني. يبقى ناقص فيه ايه؟ ناقص نعمل الصلصه ونسلق المكرونه بس، وهنحمر حبه شعريه في حله صغيره كده. طبعا تحمير الشعريه حاجه بسيطه يعني، مش مستاهل. حابه هرجع لكم دلوقتي. حبايبي هنعمل بقى الصلصه بتاعه الكشري. هنروح جايبين ده الزيت اللي احنا مقليين فيه التقليه، خدت نصه عينته في طبق. هناخد معلقه توم كبيره كده هنحمرها، وبعد ما نحمرها هنطشها بخل، وبعد كده نطش الطماطم. دي تعتبر يعني، دي في ناس ما بيعملوش دقه، بيعتبروا هي دي دقه في صلصه، بس انا بعمل برضو دقه. يعني بعمل ايه دقه، بس بعملها على البارد، ما بعملهاش في ايه بزيت ولا باي حاجه، هو على البارد كده. هتشوفوني دلوقتي وانا بعملها معاكم. انا خدت نص الثوم، ونص الثوم خليته للدقه. لما الثومه تبقى بامبه كده اهو، هنروح تشينها في الخل، اعلي النار عشان ينجز. بصوا هي هتحمر على طول، الجو حر. نخليها بس بامبه، ما نحمرهاش. كل ما تحمريها لو احمرت زياده عن اللزوم هتمرر لك الصلصه. وطبعا نطش بقى الخل، وبعد كده نحط الطماطم اللي احنا ضربناها في الخلاط دلوقتي، ونحط بقى التوابل في الاخر خالص، اللي هي التوابل عباره عن ايه، كمون وكزبره وفلفل اسمر وملح وحبه سكر للطماطم، وربع معلقه 7 بهارات. معلقه 7 بهارات دي بتديها طعم الصلصه بتاعت الجاهزه بتاعت الشارع. قلت لكم دلوقتي بقى هنعمل ايه عشان ما اطولش عليكم الفيديو. انا هعمل مع نفسي لان ايه، انا خايفه بس والله الفيديو يطول. انا ممكن يعني اهو، بصوا اهي اللون، بصوا اللون خلاص خدت لون اهي. اهي نوطي النار بقى، بتوش بالخل. الله، الريحه بقى ايه، ايديا. هجيب بقى الطماطم واطشها. حابه بقى ارجع لكم واحنا بنعمل الدقه. دلوقتي هنبقى بقى هنعمل مع بعض الدقه. هنجيب معلقه توم كده كبيره، مطرح ما دقينا التوم هنحط قد نص كوبايه ميه سخنه. انا الدقه دي طريقه تحفه على البارد خالص، من غير زيت، عشان بنحاول نقلل في الزيت. ونقلب كده
يعني ميه معقمه. يعني انا المج ده مكسور، انا دايما بعمل فيه الدقه، انا عينه للدقه. ونحط قد ربع كوبايه خل، ونروح بقى حاطين بقى ايه قد ربع معلقه 7 بهارات، ربع شطه حسب الرغبه، كمون، كزبره. التوابل دي بقى حسب ما انت عاوزه تحطي يعني. بس كده. وتدوقها بقى، لو عاوزه ملح هحط لها ملح. كده هي الدقه هي بتاعتنا تحفه تحفه. دلوقتي بقى ناقص ايه؟ هنروح نسقط العدس، وبعد كده هو العدس ياخد غلوه، ياخد نص سوا بس كده، ونسقط عليه الرز برز بمعلقتين عدس اصفر. انا بقلبهم كده ببعض وبغسلهم مع بعضه. المعلقه العدس الاصفر دي بتديله طعم جميل جدا. وفي الاخر خالص خالص بسلق المكرونه. اخر حاجه خالص بعملها في الكشري سلق المكرونه. دلوقتي خلصنا الدقه، خلصنا التقليه، خلصنا الصلصه، يبقى ناقص بقى ايه؟ هنعمل العدس بالرز، واخر حاجه نعملها المكرونه. فدول بقى ايه؟ نعملهم ساعه قبل الاكل، يعني قبل الاكل نروح عاملينهم عشان يبقى سخنين، المكرونه تبقى سخنه لسه يعني. دلوقتي يا حبايبي خلاص التقليه عملناها وطشيناها بالميه، والميه غليت يجي 5 دقايق. بعد بقى ما نقينا العدس طبعا وغسلناه، هنحط العدس. انا عامله نص كيلو عدس على نص كيلو رز، عشان انا ايه ما شاء الله عندي يعني النهارده الاولاد هم نفسهم ياكلوا الكشري، وانا بعمل لهم وايه ياكلوا يشبعوا يعني، ولو فاض لا ناكل منه تاني يوم عادي يعني. فطبعا نخلي العدس بس نص سوا، وبعد كده نسقط الرز بالعدس الاصفر. يلا بينا 5 دقايق وارجع لكم تاني. الصلصه على النار، الشعريه على النار، المكرونه اخر حاجه بعملها خالص. دلوقتي حطينا العدس ابو جبه، غلي 10 دقايق كده اهو، يعني دخل في نص سوا كده. هنسقط بقى الرز، جبنا الرز وعلى معلقتين عدس اصفر وهنسقطه دلوقتي. وطبعا حطينا الملح، نقلب بقى كده. ايه رايك يا محمد؟ وايه ده بس؟ ده كشري رز بعدس. شكله قريب كده من التينة شوية. تينة ايه؟ غريب، شكله زي كأنه شوربة. حط له حبة ملح تاني عشان دلع. هنسيبه بقى اكنك بتعملي رز بالظبط. بصوا يعني ما نخليش فيه المية كتيرة يعني عشان يطلع مفلفل. احط بقى ملح حقيقه زيادة، وبعد كده بقى يلا بينا نروح نسلق المكرونة. اخر حاجة في الكشري، اخر حاجه بقى في الكشري، حطينا الميه على النار وحطينا فيها ملح ونص معلقه زيت كده، وهنغطيها. لما تغلي بقى هنسلق المكرونه. ودلوقتي العدس اهو، بصوا هنوطي بقى عليه النار. بصوا مليان عدس ازاي، عشان احنا حاطين عدس كتير. لما بتجيبي كشري من بره بيبقى حاطلك معلقه عدس صغيره كمان. حابه بقى ايه اجيب لكم وانا بسقط المكرونه. الميه غليت اهي يا حبايبي. هنسقط بقى المكرونه، وقطعنا المكرونه الاسباجيتي. هنخليها بس دقيقه، وبعد كده نسقط بقى عليها المكرونه المقصوصه، عشان مش كل شويه اسلق مكرونه يعني. الاسباجيتي بتاخد سوا شويه عن المقصوصه. حابه هرجع لكم. خليناها بس ايه يجي 3 دقايق بس كده اهي. قلبت قلبه. هنحط بقى ايه المكرونه المقصوصه، يعني كفايه كده كفايه. هي بتقعد من 7 ل 10 دقايق يعني حسب نوع المكرونه. طبعا كلكم بتقولوا مش انت كنت يا تيتا لولو انت كنت بتعملي فيديوهات عشان الدايت، انت خلاص خلصتي يا جماعه؟ زي اي حد بيعمل دايت. انا ساعات اقعد شهر اعمل دايت وبعد كده ازهق، ارجع بقى ايه اقول لما اللي بيزهقني لما بتعب. انا ساعات بتعب ببقى حاسه ان انا بموت، نقول يعني انا هموت وانا نفسي في الكشري، انا هموت وانا نفسي في المكرونه البشاميل، واكل بقى ولما اكون زهقانه بصراحه. فاليومين دول انا زهقانه، فتلاقيني مش بعمل دايت. فممكن يومين كده ابدا تاني مع نفسي، اسبوع كده واسبوع كده، عشان بس جسمنا ما يتقلش والضغط يعلى والكوليسترول والحاجات دي. فهخلص بقى بقيه الاكل كله وهوريكم منظر الكشري النهائي. دي اخر حاجه خالص في الكشري، سلق المكرونه. خلاص عملت كل الخطوات. وهوريكم بقى منظر الكشري النهائي ماشي، لان الجو نار نار. انا بسيح يا جدعان. يلا ربنا يديني الصحه.
خلصنا الكشري وده منظر النهائي يا حبايبي. ايه رايكم؟ محمد بيعمل لايك. ايه رايك يا محمد؟ حلو. انت عمال تلقط في التقليه. التقليه حلوه ومقرمشه. ده انا سايبه نفسي عايزه القط في الكشري كله. انت نفسك تاكل الكشري كله. وده يا حبايبي طريقه الكشري بتاعي النهارده، وانا جربت لمحمد اول واحد ياكل بقى من الكشري. ده الطبق هياكل دلوقتي، ودي الصلصه، دي الدقه، دي التقليه، دي الشطه. لو عجبكم الفيديو حطوا لايك واشتركوا في القناه عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.